إبراهيم دياز ضيع ركلة الجزاء بطريقة متعمدة بأغرب لقطة قد تشاهدها في حياتك. هذا ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نهاية مباراة المغرب والسنغال. الكثير من الجماهير ذهبت إلى فرضية الاتفاق المسبق بين جميع الأطراف على إضاعة ركلة الجزاء، وهذا كان شرط المنتخب السنغالي للعودة من الانسحاب وتجنب القارة الإفريقية أكبر فضيحة في مسابقاتها الكروية. لكن هل فعلا إبراهيم دياز تعمد إضاعة ركلة الجزاء؟ كان حديث إبراهيم دياز مع ساديو ماني يبدو وكأنه يبلغه بنيته التعمد في إضاعة ركلة الجزاء. حسب ما تم تداوله، تلقى ساديو ماني تعليمات من الحاج ضيوف الذي قيل إنه كان بدوره ضمن اتفاق غير معلن جرى عبر الهاتف، بالإضافة إلى أن جهات سياسية تدخلت خوفا من أن يؤدي تسجيل هذا الهدف إلى كارثة حقيقية. بعد ذلك دخل ساديو ماني إلى غرف تبديل الملابس وأخرج زملائه إلى أرضية الملعب، ثم نفذت ركلة الجزاء. ضاعت ركلة الجزاء بطريقة غريبة جدا، وردة فعل لاعبي السنغال بدت غير مفهومة، إذ تصدى الحارس إدوارد مندي للكرة وكأنه أنقذ هجمة عادية، ثم عاد اللاعبون مباشرة إلى مواقعهم دون أي احتفال يذكر، لا فرح ولا اندفاع نحو الحارس ولا مظاهر انتصار، وهو أمر يثير الاستغراب. بعد الضجة الكبيرة ساديو ماني أيضا نفى كل شيء وقال إننا دعونا زملائنا لإكمال المباراة من أجل سمعة القارة ومن أجل الجماهير في كل أنحاء العالم. وفي النهاية ربما ستبقى ركلة جزاء إبراهيم دياز هي الأغرب في تاريخ كأس إفريقيا. ويبقى السؤال الأكثر جدلا: هل تعتقد أن إبراهيم دياز تعمد إضاعة ركلة الجزاء، أم أنك تثق أكثر في كلام ساديو ماني؟ شاركنا رأيك في التعليقات.